آخر 20 يوم في الثانوية العامة. خليني أقول لك يا صديقي، الفترة اللي هي فترة آخر 20 يوم قبل امتحانات الثانوية العامة دي فترة اسمها الكريتيكال بيريود، أو ما تعرف بيه بالعربي يعني اسمها الفترة الحرجة. بمعنى إيه يا صديقي؟ بمعنى الأسئلة اللي أنت هتحلها في ال20 يوم دول هي دي الأسئلة الوحيدة اللي هتكون فاكر فكرتها لما بإذن الله تخش لجنة امتحانات الثانوية العامة. التريكات اللي انت هتحفظها او هتاخد بالك منها في الفترة دي اللي هي اخر 20 يوم في امتحانات الثانوية العامة، او الاجزاء اللي انت هتذاكرها في الفترة دي هي دي الاجزاء اللي انت باذن الله لما تخش امتحانك هي دي الاجزاء اللي هتكون فاكرها. فانا باذن الله النهارده هقول لك برضو على المصادر انا حليتها خلال ال20 يوم دول، والحمد لله رب العالمين لقيت منها اسئله بالنص في الامتحانات. انت بتتساءل كتير جدا، اللي هو في ناس كتير جدا اعرفها يا دكتور حل بالثلاث كتب والاربع كتب ومع ذلك ما جابتش مجموع. ما هو مش كل الاسئله يا صديقي تتحل، مش كل الكتب تتحل، مش كل المصادر تتحل، لان انا مثلا ممكن واحد يحل ثلاث كتب، الثلاث كتب دول اسئلتهم اصلا لا تمس امتحانات الثانويه العامه بصله. فانا باذن الله النهارده هقول لك برضو على المصادر اللي انا حليت منها ولقيت والله يا ابني اسئله بالنص في الامتحانات. انا هقول لك انا حليت كام شامل في كل ماده، الحمد لله رب العالمين قدرت اقفل معظم المواد، اقفل في النظام الجديد الحمد لله رب العالمين او انقص درجه او درجه ونص. يعني مثلا كنت مقفل الانجليزي الحمد لله وناقص درجه ونص في الفيزياء بسبب قانون كده منه لله في المقالي. فانا باذن الله هقول لك انا حليت كل كام شامل في كل ماده، والشوامل دي بيبقى لها توقيت، مش انا بقعد طول اليوم احل شوامل، لا ده في كده وقت باذن الله هقول لك تحل الشوامل امتى. وبرده في الوقت ده اللي اخر 20 يوم دول لازم اظبط نومي، هقول لك تصحى امتى وتنام امتى، الحاجات دي مهمه جدا 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 باذن الله. فخلينا قبل ما نبدا الفيديو تعال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما تعرفنيش انا محمد حسن، طالب بكليه الطب البشري، واكيد انت عارفني يعني. ف يعني عايزك تصلي على النبي كده صلى الله عليه وسلم في قلبك عالي في الكومنتات، بحيث اي حد مثلا يشوف الكومنت بتاعك يصلي على النبي بسببك. ولو عملت اشتراك يا صديقي اعمل اشتراك، عشان باذن الله هكون معاكم زي ما احنا متعودين يعني لحد ما تخلص لجنه امتحانات الثانويه العامه بتاعتك. وكمان يعني لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر ما جبتش مجموع او حاسس انك مش هتجيب مجموع، انا هقول لك برضو على الالترناتيف باسواي اللي هي يعني مصادر بديله او طرق بديله انك باذن الله تحقق حلمك او تحقق اللي انت عايزه. فما تقلقش خالص زي المنح الدراسيه و فما تقلقش. فلو ما عملتش اشتراك يا صديقي انزل اعمل اشتراك، واتمنى انك تعمل لايك يعني بحيث الفيديو ده يوصل لزمايلك. ومش هنطول على بعض وخلينا يلا نبدا الفيديو. اولا كده يا صديقي، الفترة دي اللي هي اخر 20 يوم وبكررها عليك كل شوية اخر 20 يوم عشان تحس على دمك وتذاكر. الفترة دي يا صديقي مش بنحل فيها بس ولا بنذاكر فيها بس. الفترة دي انا كمحمد حسن كنت مقسمها ازاي؟ كنت مقسمها 80% حل 20% مذاكرة. 80% حل 20% مذاكرة. هنركن الحل على جنب دلوقتي لان اقول لك باذن الله المصادر اللي انا حليتها ولقينا منها اسئله بالنص، ما تقلقش. خلينا بس نروح على ال 20% مذاكره دول. يعني ايه يا دكتور 20% مذاكره؟ هل بقى بمعنى ان انا وصلت مثلا لاخر 20 يوم دول زي ما الناس كلها بتقول ان انا خلاص اخر 20 يوم دول انا بحل شامل بس؟ غلط غلط غلط. اخر 20 يوم دول يا صديقي والله العظيم انت هتطلع بكميه تريكات من المذاكره اللي انا هقولها لك دلوقتي، صدقني هتستفاد. اول حاجه كده يا صديقي جزء المذاكره، انا مش بذاكر المنهج كامل، لا انا بمسك مثلا ماده زي الفيزياء، بقعد مثلا كده اجيب ورقه وقلم واشوف نقاط الضعف اللي عندي في ماده الفيزياء. انا عندي مثلا مش بعرف احل المسائل بتاع الفصل الثالث، اذا انا يا صديقي اروح اسمع شرح تاني للجزء اللي انت مش فاهمه للفصل الثالث، بس بعد اذنك يعني خلي السرعه على 2 تمام كده، واروح احل على الجزء ده تاني. يبقى انا بعمل ايه؟ بمشي على كل ماده، بمشي على كل ماده. ده الناس اللي ايه خلصت المنهج. الناس اللي ما خلصتش المنهج او اصلا لسه ما بداتش انا هقول لك دلوقتي تعمل ايه. بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت كواحد خلصت المنهج او موقع اجزاء بسيطه، انت بتعمل ايه؟ بتجيب مثلا ماده زي الفيزياء، تشوف نقاط الضعف اللي انت فيها ايه وتكتبها في ورقه، وتحاول تقوي نقاط الضعف دي خلال بالظبط 4 ايام. 4 ايام كل مادة تشوف نقاط الضعف اللي انت فيها وتحاول تقويها خلال 4 ايام. يعني ايه؟ يعني انا همسك بجانب الحل اللي انا اقول لك عليه دلوقتي، تمسك كل مادة
عايزك تمسك الماده تفصفصها لي. اي جزء انت مش فاهمه ما ينفعش تخش الامتحان وانت مش فاهمه. مثلا زي ما انا قلت لك عندك مشكله مثلا في حل مسائل الباب الثاني في الكيمياء، اذا ما تطلعش الاربع ايام اللي انت هتحددهم للكيمياء دول، لو هتراجعها من الاول للاخر ما عندناش مانع، بس زي ما انا قلت لك تركز على اهم الاجزاء اللي انت واقع فيها، اللي انت ما بتعرفش تحل عليها كويس، عشان باذن الله توصل للاخر وانت داخل اللجنه كده وانت عندك ثبات انفعالي وحاسس من جواك انك عملت اللي عليك. تمام كده؟ تمام. هتقول لي يا دكتور انا الحمد لله رب العالمين المنهج بتاعي انا فل الفل ومظبطه. هقول لك ايه؟ هقول لك دلوقتي على اهم الفصول في كل ماده، سواء بقى بدات او ما بداتش. لازم تكون مأكد على الاجزاء دي كويس جدا جدا جدا. يعني مثلا عندك في الفيزياء الفصل الثالث ده قسما بالله وانا في لجنه الامتحانات الثانويه العامه وانا متخيل دلوقتي ان انا قاعد فيها، والله يا ابني كان 60% من الامتحان بتاع الفيزياء على الفصل الثالث. ما تعرفش ازاي، والله العظيم ما عارف ازاي. يعني حرفيا كان مربط لك الفصل الثالث بالفصل الاول، الفصل الثالث بالفصل الثاني، الفصل الثالث بالفصل، كان مربط كله حرفيا بالفصل الثالث. فما ينفعش تخش امتحان الفيزياء غير وانت مذاكر الفصل الثالث على اتم الاستعداد حرفيا. فالفصل الثالث في الفيزياء اهم فصل في الفيزياء. تعال مثلا نروح للاحياء، عندك الدي ان ايه والار ان ايه والجزء بتاع التكاثر، دول حرفيا هتحس ان الامتحان بتاعك كله عباره عن دي ان ايه وار ان ايه. بص ما بينه وما بينك يعني تخش لما تخش باذن الله، وهتشوف الكلام ده لما تخش اللجنه بتاعتك في الاحياء، هتلاقي الاسئله اللي بدرجتين كلها على الدي ان ايه والار ان ايه والتكاثر، اكثرهم الدي ان ايه والار ان ايه. حرفيا انا 4 اسئله بدرجتين كانوا على الدي ان ايه والار ان ايه، يعني 8 درجات بس، 8 درجات بس على الاجزاء اللي هي بدرجتين على الدي ان ايه والار ان ايه. فالدي ان ايه والار ان ايه ما ينفعش تخش امتحانك غير وانت بص مأكد عليهم. انا بتكلم يا جدعان، انا بقول في الفيديو ده للناس اللي عايزه تقفل، الناس اللي عايزه تجيب مجموع، بس انا بقول بما يرضي الله واللي انا عملته. تمام. يبقى احنا قلنا عندنا في الفيزياء الفصل الثالث لازم تتاكد عليه. في الاحياء عندك الفصل الدي ان ايه والار ان ايه والتكاثر، لازم تاكد عليهم كويس جدا جدا جدا. طيب بالنسبه للكيمياء، انت كده عارف العضويه يا صديقي، معظم الاسئله اللي بتبقى بدرجتين اصلا بتيجي على العضويه. والله العظيم من موقعي هذا انا بقول لك ان جاي لك سؤال بدرجتين مقالي على العضويه. تمام. ومن موقعي هذا برضو انا بقول لك جاي لك سؤال بدرجتين في الاحياء على الدي ان ايه. تمام يا باشا. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الفيزياء، خلصنا الكيمياء، خلصنا الاحياء. عندك الانجليزي يا صديقي الوحده العاشره والوحده ال11، وجرامر المبني للمجهول الباسيف. والله العظيم لا يجي لك سؤالين على الاقل على المبني المجهول. فانا بسرب لك الامتحان ده، غير بقى باذن الله في ليالي الامتحان والله يا ابني زي السنه اللي فاتت دفعه 2025 هديك شويه اسئله كده على جروب التليجرام، هقول لك بصمجهم هيجوا لك باذن الله بكره، وده هتشوف. يعني خش على جروب التليجرام، عايزك كده تقارن الاسئله اللي انا كنت منزلها لهم في ليالي الامتحان بالاسئله اللي هي جات لهم في لجنه امتحانات الثانويه العامه. والله العظيم انا يعني اكيد مش عارف كذب، والله العظيم نفس الاسئله بنفس السؤال حرفيا. يعني سبحان الله، احنا ربنا مدينا قدره يعني ان احنا نتوقع الى حد ما، فالحمد لله عموما. فلو ما دخلتش جروب التليجرام فانا عايزك تخش جروب التليجرام، هتستفاد جدا باذن الله. طيب ده جزء الشرح. جزء الحل بقى يا صديقي مهم جدا جدا جدا، تركز معايا. انت يا صديقي او انا كمحمد حسن حليت في كل ماده كام شامل؟ 10 شوامل. كام بالمتوسط بتاعي؟ حليت 10 شوامل. زي ما قلت لك حليت تقريبا 10 شوامل كمتوسط في الامتحان. لكن اهم من حلك للشوامل تعرف ايه المصادر اصلا اللي بتحل منها. اولا كده يا صديقي بالصلاه على النبي ما ينفعش تخش امتحان الثانويه العامه مش حل النماذج الاسترشاديه. لازم اللي تبدا بيه هي النماذج الاسترشاديه. الناس اللي ما بداتش المنهج ما ينفعش برضو، لو حتى حرفيا هتاخد الافكار بتاع النماذج الاسترشاديه وتكتبها كده في ورقه وتذاكرها قبل ما تخش امتحانك. الناس اللي عايزه تاجل والله العظيم دول كافيين انك تنجح يا عم لو عايز تنجح. تمام. فالنماذج الاسترشاديه دول اول حاجه تحلها. اتبقى عندك وقت يا صديقي، روح حل لك مثلا بتاع 3-4 شهور من كتاب الامتحان في كل ماده بس.
نماذج الاسترشاديه عندك تقريبا 10 نماذج استرشاديه تحلهم دول اول حاجه كده بالصلاه على النبي. فانا زي ما قلت لك كمتوسط حليت 10 شوامل، ممكن يكونوا مثلا زادوا 15 مثلا في الفيزياء، زادوا مثلا 20 في الاحياء، بس انا كمتوسط حليت 10. عايز تزود زود. المهم كام شامل يا دكتور احله في اليوم؟ 3 شوامل تحلهم في اليوم كافيين جدا. 3 شوامل عندك 3 في 20، 3 شوامل في 20 يوم تقريبا كام؟ 2 في 3 ب 6 و0 60. 60 شامل. 60 شامل فكافيين اقسم بالله على كل المواد كده. 60 شامل على كل المواد، مش 60 شامل في كل ماده، 60 شامل في كل المواد كافيين باذن الله يا ابني والله العظيم انك تجيب درجه حلوه وتقفل كمان. طيب انا كمحمد كنت الساعه 9 بالظبط قاعد على المكتب بتاعي، والمكتب بتاعي كان محطوط هناك كده تمام كده. المكتب بتاعي كان محطوط ورا، وحتى تلاقي فيه ورق متعلق، الورق ده اصلا بتاع الثانويه العامه، بتاع الثانويه العامه بتاعتي تمام. الساعه 9 بالظبط كنت ببقى قاعد على المكتب بتاعي، وبادئ في حل شامل، حاطط التايمر جنبي ساعه كده، وهي دي الساعه اللي دخلت بيها. انا عايزك تجيب ساعه من دلوقتي برضو، ساعه رقميه تمام كده، مش ساعه تاتش ولا ساعه سمارت، لا ساعه رقميه او ساعه قارب تمام كده، تحطها جنبك تظبط للشامل بتاعك ساعتين. من الساعه 9 للساعه 11 انت قاعد بتحل اول شامل في اليوم بتاعك تمام كده تمام. ومن الساعه برضو من الساعه 9 لحد الساعه 12 انت ما ينفعش تذاكر. الفتره دي دلوقتي في اخر 20 يوم في امتحانات الثانويه العامه، مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، ما ينفعش يا صديقي تقعد بتذاكر فيها. انت في امتحانك باذن الله في اخر السنه في اللجنه بتاعتك من الساعه 9 لحد الساعه 12 ده بيكون فتره الامتحانات بتاعتك. وانت بتحل انت كده بتستخرج المعلومات. فانا عايزك تسيستم مخك دلوقتي انه يستخرج المعلومات في الوقت من 9 ل 12، مش يدخل معلومات، لانك هتبقى قاعد في اللجنه انت عمال تحل، يعني عمال تطلع معلومات مش بتدخل معلومات. فعود مخك من دلوقتي انه من 9 لحد الساعه 12 بيطلع معلومات، يعني قاعد بيحل. تمام كده يا صديقي؟ تمام. فاحنا كده قلنا لك تحل كام شامل كل يوم، وكام شامل عموما في كل ماده، ومن الساعه كام للساعه كام. بالنسبه لنومك المفروض تظبطه من دلوقتي. الناس اللي تصلي الساعه 1 والساعه 2 مفيش الكلام ده، المفروض تصحى للساعه 5 وتنام بالكتير الساعه 10 11 بالكتير. انا مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده. فبالنسبه للناس اللي لسه ما بداتش، لو عايزين نعمل لكم خطه زي الخطه اللي فاتت، وناس كتير الحمد لله رب العالمين بعتت لي والدنيا كانت فل معاها يعني، فاكتب لي في الكومنتات وباذن الله يعني نطلع نعمل لك الفيديو. فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده يا شباب. صدقني لو طبقت اللي انا قلته لك ده يا ابني والله العظيم يعني حرفيا هتضمن باذن الله انك تخش الامتحان بتاعك وتجيب درجه ترضيك ان لم يكن تقفل باذن الله. مش هطول عليكم زي ما انا قلت. ما تنساش صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما عملتش اشتراك اتمنى. شفت راجل يقول لك ايه والنبي يا ابني اجيب جنيه، لا عايز تعمل اشتراك اعمل، مش عايز يو لايك مان. يلا استودعكم الله والسلام عليكم.